جابر بن عبد الله اقترض قرضا من يهودي، والميعاد بتاعه ميعاد جز النخل، يعني لما يثمر البلح يقطع البلح ويوديه. إلا أن جابر بن عبد الله مشي في البستان فوجد النخل خاص، يعني بدل النخلة ما كانت بتجيب 4 صبايط و5 بقت تجيب 1 و2. قال لك مش هتقضي الدين. فتكلم مع صحابة رسول الله أن يتكلموا مع رسول الله في إنه يخلي اليهودي يأجل الدين. فالنبي جاب اليهودي قال له أنظر جابرا. أنظره يعني إيه؟ مهلك. قال لا يا أبا القاسم. قال له 3 مرات أنظر جابرا، ما رضيش، لأن اليهودي بقى نفسه حاجة يجل بها المسلمين بس، ما دي فرصة. فرسول الله ذهب إلى جابر وقال خذني إلى حائطك، يعني البستان، كانوا يعملوا حائط حوله. فجاس رسول الله خلال النخل وقال يا جابر أين عريشك؟ العريش اللي هي العريش اللي بيقعد عليها صاحب البستان عشان يبقى قاعد مشرف كده على البستان. فأخذ جابر رسول الله إلى العريش، فجلس رسول الله في العريش. قال له يا جابر كز واقضي، اقطع البلح وروح اقضي دينك. ونام رسول الله ياخذ السنه من النوم. وبعدين جابر جه قال له ما فعل الله بك يا جابر؟ قال له والله يا رسول الله لقد جززت وقضيت دين اليهودي وبقي لي ما لم يبق في أي عام. فضحك سيدني وقال أشهد أني رسول الله. أشهد أني رسول الله.